لو هتسلمي جسمك لأي مدرب استني. مش أي حد في الجيم ينفع تمشي وراه. مش عشان جسمه حلو يبقى فاهم هو بيعمل ايه. في فرق كبير قوي بين مدرب دارس ومدرب لسه بيجرب. وهديكي 3 أسئلة تسأليهم للمدرب بتاعك علشان تعرفي هو مؤهل ان هو يمرن اصلا ولا لا. واول سؤال لازم تسأليه: انت اخدت شهادتك منين؟ مش اي شهادة وخلاص. في فرق بين شهادة معتمدة فعلا وشهادة اسمه بس. لان الدارس فعلا فاهم جسمك بيتعامل ازاي، مش بيخمن. تاني سؤال: انت بتمرني ازاي؟ هل البرنامج معمول لجسمي انا ولا تمرين واحد لكل الناس؟ هل بتشوف قدرتي الاول وبتختبرني ولا بتنزلني كده تمرين وخلاص؟ طب لو عندي ضعف او مشكلة هتعرف تتعامل معاها ولا هتسيبني لحد ما المشكلة تزيد؟ الاسئلة دي بسيطة بس هي اللي بتفرق ما بين نتيجة صح واصابة. وافتكري دايما مش كل مدرب ينفع لكل جسم، وجسمك مش تجربة.